حابة تقولي اسمك؟ لا مش حابة. طب انتي في صوت هوا جنبك شديد جدا. كده حلو. اه تمام، يعني يا ريت تبعدي عن الهوا الله يخليكي وتقفي في مكان الشبكة فيه كويسة. طب حلو كده اه تمام حضرتك. تمام، المكالمة مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ موافقة. اتفضلي قولي مشكلتك ايه. بص حضرتك، أنا قبل أي حاجة أقولها، أنا من الحزن اللي جوايا مش كلام مش هيبقى مترتب شوية يعني. طيب قوليلي. أنا أنا واحدة من غير ولا أب ولا أخ من صغري. عشت شايلة مسؤوليتي عشان أنا الوحيدة بتاعت ماما. أنا إنسانة متعلمة وعلمي علوم والحمد لله ناجحة. بس جيت في يوم مم. وحبيت واحد من بعيد. سنتين كاملين. مم. آه، طبعا انا ما قلتش عشان انا ما بعرفش اقول، وكمان ما كانش لينا كلام مع بعض. مم. يعني انت اجى حبيتيه يوم. من طرفك انت من بعيد من غير ما هو يعرف. اه مم. جه في يوم وبقى عندي صديق على الفيسبوك، وبصراحة انا اللي بعتله. مم. آه، عملت رسالة كده بس كان غصب عني والله. بس يعني لما عملت الرسالة دي كأني رد بسرعة، كأني كان مستني مني رسالة، يعني مش اللي هو آه، يعني مم. مش اللي هو صدفة، كان مستني مني. كتبتي له ايه يعني؟ آه، كنت كنت بعت شير من على الستوري. مم. ف... فرديت قلت له معلش انا اسفه، انا كنت متلبكه قوي وانا بكلمه. فضلت معلقه الشات فتره، بعد كده قلت له معلش انا اسفه انا بعتها غصب عني. مم. فقال لي لا عادي ولا يهمك، انت عامله ايه. وطلع عارفني واخد باله مني. مم. فانا يعني قعدت فتره كان هو نفسيته تعبانه، كنت بكلمه وكنت بسنده نفسيا. كان ما بين مشاكل مع صحابه، مصاريف وكده. قعدت قعدت سنداه على قد ما اقدر. انت عندك كام وفي سنة؟ الاخر انا عندي 19 سنة. مم. تمام، في يعني انتوا الاخر ارتبطتوا ولا كنتوا صحاب بس ولا ايه؟ مش فاهم. لغاية لما كنت بسنده نفسيا دي كنا اصحاب بس. مم. بعد كده نمت، صحيت لقيته منزل ستوري رومانسي. مم. فقلت ايه، يعني دخلت له، انا اتصدمت. انا قلت هو ارتبط ولا هو خاطب ولا ايه. فاتصدمت، بس انا كلمته على نوايا، قلت له هو الستوري ده بتاع مين. فراح رد عليا قال لي ميكي. مم. كان ليا شعور كده يعني غريب، اللي هو انا فرحانه وفي نفس الوقت انا خايفه، اللي هو انا لسه عارفاك بقالي يومين، الحته تحبني والحته تنزل لي ستوري. طب حبيتني امتى؟ في نفس الوقت كنت فرحانه ان انا اللي قلبي حبه خلاص بقى حس بيا وحس بوجودي. وخلاص يعني اللي انا فرحانه بقى ان انا هيبقى لي سند، وان انا تعبت خلاص وهو هيبقى كل حاجه في حياتي. مم. وفعلا فرحت، وافقت بالكلام ده على طول. إيه، قعدت اكلمه. من كتر كلامي كنت حبي ليه وصل لدرجة ان انا بكلمه لما بيقفل النت ببقى خايفة، قاعدة مرعوبة وخايفة، وعمالة اقول هو هيفتح امتى؟ طب افرض ما فتحش وكلمني تاني؟ طب افرض هيسيبني؟ انا خوفي معاه وصل لدرجة كده. مم. وكنت بتصل عليه أأكد إن أنت لسه بتكلمني ولا لأ. ف... انت ف... طبعا اعترفتي له ان انت بتحبيه بين سنتين. ايوه انا ما قلتلوش ان انا بحبك بقالي سنتين، بس انا قلت له ان انا اتعلقت بيه عشان اه. خفت لحسن يستضعفني. انا برضك من كتر ما انا عندي مسؤوليه من وانا صغيره بقيت اخلي بالي من حاجات كتير، ما مم. بقتش بشوفه احسن يعني ان انا اضعف قدام اللي هو بقى سندي يعني كنت خايفه، وكنت في نفس الوقت اللي هو ربنا بقى بيحبني اللي هو حس بيا. اجا يوم ارتبطنا بالظبط 20 يوم من يوم
5/2/2023 لغاية 25/2/2023 اجى يوم لقيته وقال بيقول لي لك انا انه عايزه اقابلك. بيحبك؟ هو قال لي انا مش عارفه انا حبيتك بسرعه كده ليه. قلت يمكن علشان خاطر من حبي ليه ومعاملتي الحلوه معاه وسندي. حس بوجودي وعرفني. لقيته مرة واحدة من كتر فرحتي ومن كتر ما هو عمال يقول لي كلام حلو وأنا مبسوطة وفرحانة. رحت قلت لماما وشاركت ماما معايا فرحتي. ما هي ماما برضك اللي مربياني، ما هتفرح لي على فرحتي برضك. راحت ماما بكل هدوء اتقبلت الموضوع عشان هي عارفاني ان انا عمري ما اعمل حاجة غلط من صغري. رحت قلت له، طلعت اجري عليه وانا فرحانه بكلمه في التليفون وانا مبسوطه. قلت له انا كلمت ماما عليك وكلمت ماما عليك وقلت ان انا مستنياك ومن حب ليك مستعده ان انا استناك سنه 2 3 بس تكون ليا ما تكونش حد تاني. كان رد فعل عليه صدمني قوي. لقيته بيقول له انا اعرف واحده من 4 سنين وبحبها وهي عايزاني، انت تسرعتي. طب انت عارف واحدة من 4 سنين، طب ليه طلبت مني ان انت تعرف؟ طب انت ليه؟ انا يعني انا والله العظيم 3 بقالي شهر جالي كسور في القلب بسبب الموضوع ده. هم 20 يوم بس ال20 يوم دول كان أحسن حاجة ليا لأنه هو كان بالنسبة لي خلاص بقى سندي وهستريح. كان أول انتوا مرة في وماما بس اللي حياتي. عايشين مع بعض؟ كان أول مرة في حياتي أقول لحد أنا رايحة فين وجاية منين. كان أول مرة في حياتي حد يتصل وعنده كام عليا. سنة؟ عنده 21 سنة. يعني انا عايزه اعرف انا ايه ذنبي عشان يعمل معي كده. انا ما عملتلوش حاجه غلط، ده بالعكس. ده انا من كتر ما انا كنت حلوه معاه حبني ولا مش عارفه حبني، مش عارفه والله ما عارف. كان ردوا عليه لا حفظت كرامتي لما قلت لما قال لي كده قلت له عادي الدنيا فرص والدنيا اختبارات. بس انا كنت من جوايا كنت بموت. جه تاني يوم لقيت البنت بتكلمني من تليفونه. البنت اللي بيقولك انه بيحبها؟ لقيتها بتقول لي هو مش بيقول لك ان هو يعرف واحده من 4 سنين انت ما عندكيش دم. طب هي فين ال20 يوم اللي كنت عارفاها؟ هي كانت فين؟ طب هو عمل معايا كده ليه؟ انا عايزه اقول له رساله، بس رساله واحده. انت تمام من غيري وعشت حياتك من غيري وضحكت واتبسطت ومع اللي انت بتحبها، بس انا من غيرك انا تمام. بس مش عارفه انا مش تمام. انت وحشتني مش عارفه. انا جالي بسبب كسور في القلب ودخلت عمليه. ده غير دخلت عملية من بعد اللي عملوا فيا ده بالظبط. دخلت بعدها بيومين عملية. بدأت اللي أنا يحصل لي حاجات كده أعراض في جسمي مش حلوة. بنزف من مناخيري، مبقتش نظري ضعف من كتر العياط. تخيل حضرتك من يوم 25 وأنا لغاية دلوقتي مش عارفة أسكت عياط. مبقتش. هو آخر كلمة قالها لي قال لي انت استعجلتي وانا والله العظيم ما كنت بلعب بيكي. طب انت عملت فيا ايه؟ لما قلت له طب انا قلت لك انا بحبك عملت فيا كده ليه ولا ما قلتليش ليه؟ طب حتى انت لو غلطت وقلت كده من كتر ما انا وقفت جنبك ما قلتليش ليه؟ راح قال لي من كتر حبك ليا اتكسفت اقول لك. طب انت مش مكسوف من اللي انت عملته معايا دلوقتي؟ انت مش مكسوف؟ انت شايف نفسك كده اللي انت تمام؟ طب ليه؟ طب انا دلوقتي مين يطبطب عليا؟ طيب انت عندك حد يطبطب عليك؟ انا مين يطبطب عليا؟ ماليش حد. ماما شايفاكي وانت في الحالة دي؟ ماما شايفة اعراض عليا غريبة.
مرة واحدة جالي كسور في القلب، مرة واحدة نظري ضعف، مرة واحدة قطعت الأكل والشرب، مرة واحدة ما بقاش ليا نفسي في حاجة، مرة واحدة أنا بصرتي بيضة أوي زيادة عن اللزوم. شوفي بقى البياض ده لما يتحول لسواد، سواد في وشي جامد. وديتني الدكتور جلدية بس قال لها أنا مش عندي مرض جلدي. ولقيت الدكتور بتاع القلب بيقول لي انت صغيرة على الكلام ده، ليه يحصل لك طب انا كده؟ عايزه اسالك سؤال، ممكن بس تجاوبيني اتفضلي بصراحه؟ بصراحه، اتفضلي اتفضلي. انت مش خايفه على مامتك؟ لو انت جرالك حاجه، ما فكرتيش في مامتك هتعمل ايه بعدك وهي ملهاش حد في الدنيا بعدك؟ انت بتقولي طبعا. انت وماما بس اللي ليكوا بعض، باباكي مش موجود ومالكيش اخوات. طيب انت ما فكرتيش فيها هي؟ اكيد، اكيد انت بتحبي مامتك اكتر منه، صح؟ ولا بتحبيه ايوه هو اكيد اكتر؟ ماما. لا لا بالامانه، ماما. بتحبي مين اكتر لا بالامان؟ اكيد ماما، اكيد ماما، عشان ماما هي اللي العشرة خلتني. بينكوا كبيرة قوي، وماما هي اللي ربتك وكبرتك واهتمت بيكي، وأمك، صح؟ ده عشرة ايوه. كام يوم. انت عاملة في نفسك كل ده ليه؟ انا مصدقاكي حضرتك هقول قوي، لك على وعلى حاجه. فكرة انا مصدقاكي وحاسة باحساسك وعياطك وجع لي قلبي، بس انا اقول لك خايفة. حاجه، هقول لك على حاجه حضرتك يخلص كل اسئلتك دي. لما يبقى عندك من صغرك ولا سند ولا صاحب، ودايما عندك خوف ان يكون عندك صاحب لحسن يسيبك، لاني انا كانت بنتي ديت كل حاجه في حياتي. جه في يوم وقالك لي انا راح اجيب لك حاجه حلوه واجي. بص حضرتك انا عندي وجع من وانا عندي ايه. قلت لها حاضر هستناكي. بنتي ماتت وانا عندي 4 سنين على اساس ان هي هتروح تجيب لي حاجه وانا جايه. كبرت وفهمت ان انت ماتت، بس انا من جوايا لسه صغيره ومستنيه ان انا تيجي. فانا من جوايا وجع وخوف ان انا اعرف حد ويسيبني ويفارقني. طب انا 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 حضرتك طب انا عايزة اقولك انا حاجة. حضرتك اه. احنا بنتناقش مع بعض، اعتبريني اختك ايوه. الكبيرة. ايوه. انت طول عمرك ما عندكيش سند في حياتك، صح؟ يعني المفروض حصل. الراجل اللي يجيلك يبقى ليه مواصفات معينة عشان تقدري تسندي عليه وتبقي مطمنة انه راجل كويس وطيب وجدع وهياخد باله منك. انتي شايفة حصل. ان الشخص ده كان هياخد باله منك؟ هو انا كنت شايفه كده. بس دي انا مش كنت شايفه الحقيقة. كده. انت عارفة هو ارتبط بيكي ليه 20 يوم؟ عشان هو والبنت التانية كانوا متخانقين، فهو كان بيسلي وقته لحد طب ما هي. ليه؟ طب. عادي، هو في ناس كده، في ناس اهم حاجه عندها نفسها، بتبقى ناس انانيه. اكيد قابلتي في حياتك ناس انانيه بتحب نفسها اكتر من اي حد، ما يهمهاش اللي قدامها قد ما يهمها نفسها وبس. هو كان بيرضي نفسه الفتره دي لحد ما البنت دي ترجع له. هو مش همه انتي، الواحد مش همه انتي ومش همه حياتك ومش همه ظروفك. هو ده اللي كنت هتسندي عليه؟ ده اللي ممكن تعيطي عليه؟ تفتكري ده يستاهل دموعك دي كلها؟ انا صراحه حاسه ان انتي بتعيطي على حد ما يستاهلش. صراحه انا بقولك رايي، هو هو ما هو يستاهلكيش. انا عشان في الموقف مش مستدرجة اللي حواليا. بس عايزة اقول لك على حاجة. انا لما حكيت لواحدة صاحبتي، في اللي ردت عليا قالت لي 20 يوم يعيطك كل العياط ده ويجيب لك كسور في القلب ويدخلك في عمليات، ليه كان منكم ايه؟ وفي اللي ردت عليا قالت لي دايما اللي عايشين مع بعض كام سنة ما بينهم وعدوا هيرجعوا لبعض. طب يعني في الحالتين أنا خسرانة. وأنا قسما بالله عمري في حياتي ما حد لمس شعرة مني. أنا بنت ناس قوي، ولو الحمد مش لله. بنت ناس. انا لو مش في دايما ناس بتعرض سيرة الحب اللي هو انا غلطت مع واحد ولا كده. بس انا لا، انا تربية ماما يعني تربية راجل. عمري في حياتي ما هفكر التفكير ده ولا هعرض نفسي للحب عشان كده. بس اللي يوجعني ان انا خلاص قلت هستريح. قلت خلاص انت في سلام. ليه فاهمه ان الراحه معايا؟ انت شاطره وذكيه وجميله وكلامك حلو، والحمد لله انك عارفه قيمه انك تحافظي على نفسك، وربنا منور بصيرتك ومحافظه على نفسك وصاينه نفسك. فاكره ليه ان الراحه معاه؟ اللي زيه ده مش كانش هيجي من وراه غير التعب، عشان هو مش بيحبك. ليه ما تعرفيش حد وانت لسه صغيره والدنيا قدامك؟ ليه مش ما تعرفيش حد يكون بيحبك
قد ما انت بتحبيه واكتر كمان. تاني حاجه، ليه مستعجله؟ انت بتقولي لي عندك 19 سنه صح؟ ايوه وفي علمي علوم، يعني في ثالثه ايوه ثانوي. فاهمة. ايوه طب يعني انت مفروض كل وقتك ده تذاكري قوي 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 قوي، وتحبي المذاكره قوي 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 عشان تنجحي، عشان تكبري، عشان تبقي حلم لناس كتير قوي ويبقى هم اللي بيتمنوكي، صح؟ مش بقولك كلام زي ماما، اكيد ماما بتسمعك الكلام ده وبتقولك المذاكره يا حبيبتي وهي مصلحتك وهو سلاحك، بس انا والله العظيم مش بقولك كلام زي ما اي حد كبير هيقولهولك. انا كل القصه ان انا شايفه ان انت ما ينفعش تعيطي كده ابدا ابدا. مفيش حاجه في الدنيا تخليك تعيطي كده ابدا، ولا يجيلك كسور في القلب، ولا تعيطي ولا تنزفي. ليه؟ هو انت قلتي في رسالتك انت عايش حياتك وتمام. طب لما يكون انت عارفه ان واحد عايش حياته تمام، انت تعملي عشانه كده؟ ولا المفروض انت كمان تبصي للدنيا الواسعه؟ ليه بصه للدنيا من حته صغننه قد كده؟ ليه مش بصه للدنيا الواسعه الكبيره اللي فيها ربنا عز وجل اللي خلقنا وعارف قلوبنا، وهو اللي بايده قلوبنا دي يتحكم فيها، الوحيد اللي قادر يتحكم في قلوبنا؟ ليه ما بتفكريش بصوره ايجابيه وتقولي مش مهم، مش مهم اي حاجه حصلت؟ 20 يوم اتعلمت فيهم اني ما اتسرعش، اني ما اقولش كلمه بحبك لحد ما قالهاليش وابقى واثقه انه بيحبني بجد، مش كلامه بس، انه يبقى شاريني وشايفني غاليه. فانت اكيد اتعلمتي، صح ولا لا؟ صح. يبقى ما بس انا تزعليش. هدي رسالة لكل اللي سامعني دلوقتي. انا من غيرك هبقى تمام، بس انا مش تمام. انت وحشتني، انت وحشتني. ارجع بقى ادم بقى ارجع ادم. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه ادم الا انت ما بالله. شفتش مني حاجة وحشة. مش عارفه اقول لك ايه، مش لاقي كلام اقوله. مش هو قادره تلاقيه اتخيل عمل ان في كده بني ادم يعمل في واحده كده ويخليها تعيط بالحرقه دي. ليه كل ده؟ هو لا هو تلاقيه بس عشان مش عارف غلطت عندي. هو تلاقيه هو هيرجع. طب انا عايزه اطمن على الطريق. انا مش عارفه انا بقول كده ليه، بس انا مش عارفه انا يعني انا مش عارفه انا فين. انا مش عارفه انا عايزه ايه. انا زي في اوضه ضلمه مش شايفه فيها حاجه ولا عارفه فين الباب عشان اطلع. الباب هو ربنا. روحي صلي، روحي اتوضي وصلي واسجدي بين ايدين ربنا، وحتى لو هتعيطي عيطي وربنا هو اللي هيطبطب عليكي. ربنا هو اللي طبطبة ربنا ما فيش زيها في الدنيا. روحي خلي ربنا يكبر بخاطرك ويكبر كسرك ويرحم ضعفك. انت ضعيفة قوي، ربنا يرحم ضعفك ويقويكي. انا ضعيفة عشان هي ماشية. انت لسه ما شفتيش حاجة من الدنيا. بلاش كلام بسيط. بصي ما تقوليش كلام اكبر من سنك. انت لسه ما شفتيش حاجة من الدنيا. انت عندك 19 سنة، مهما شفتي هتبقي ما شفتيش. لسه انت محتاجه تكوني قويه وتؤمني بالله اكتر من كده، وتقربي لربنا اكتر من كده، وتستقوي باللي خلقك اكتر من كده. مفيش بني ادم يستاهل دموعك اللي انت عاملاها في نفسك دي، ولا عياطك، ولا تبقي قاعده مستنيه يرجع. انت قاعده حياتك كلها مستنياه يرجع. طب لو ما رجعش هنعمل ايه؟ طب مستقبلك، طب دراستك، طب حياتك، طب انت مخططه لمستقبلك، عارفه عايزه تدخلي كليه ايه؟ جاوبيني. انا الحمد لله انا تحت ايد دكاتره بيسافروا بره كمان. سؤال، انت عارفه عايزه تدخلي كليه ايه؟ ظابطه ان شاء الله. ايه كليه ايه؟ ظابطه، هطلع ظابط. طيب وايا كان الكليه اللي انت هتدخليها، مش عايزه مذاكره ومجهود وتركيز، ولا انت عايزه تعيشي كده؟ كليه عشان تدخلي كليه حربيه زي ما انت عايزه كده، وتطلعي شرطه نسائيه، او كليه شرطه وتطلعي شرطه نسائيه، ده لازم يكون صحتك كويسه، نظرك كويس. هما ما بيقبلوش اي حد. لو نظرك مش كويس مش هياخدوكي. انت بتقولي من كتر العياط نظري راح. فوقي لنفسك. ايوه دمعتك في ايدك، وخليكي اقوى. انا مش عارفه، بصي مش هقعد اعيط جنبك، ولا هقعد اقول لك ما تزعليش واطبطب عليكي زي الناس اللي ما يعرفوش القصه. فوقي لنفسك وقومي وتوضي وصلي وقربي لربنا واطلعي لماما وانسي القصه دي خالص. هي ما فيش قصه اصلا. وما تبقيش قاعده مستنيه سي ادهم يرجع لك، عنه ما رجع في 60,000 داهيه.
فوقي لنفسك. انا حاسه ان ربنا هينصرني. ما هو انا حاسه عشان ربنا ينصرك لازم انت تنصري نفسك. لا يغير الله بقوم الا ما يغيروا ما بانفسهم. قومي عشان تغيري الوضع اللي انت فيه. دي رسالتي ليكي، وربنا يتولاكي برحمته. والكلام مش ليها لوحدها، الكلام لكل بنت بتسمعني. مفيش راجل يستاهل دموعك بالطريقه دي. ايه الضعف والاستسلام ده؟ ليه؟ مهما حصل، مهما كانت السنين اللي بينكم، مهما كانت قصه الحب الفظيعه اللي ما حصلتش، اللي ما يشتركيش ما ينفعش تشتريه. طالما ما اشتركيش وحطك في عينيه، شكرا شكرا والف شكرا، خلاص انتهت. كرامتكم فوق كل شيء، راجل وست. مش بتكلم بنصر حد او حد يقولك انت بتقوي الستات على الرجاله، مفيش الكلام ده. انا بقول راجل وست، لا علاقه فيها حب وموده واحترام وكل طرف شاري التاني. لا، مع الف سلامه، كل واحد يروح لحاله وخلصنا. ونزعل، مفيش مشكله، احنا بني ادمين، مش هندوس على الزرار. نزعل بس ما نزعلش لدرجه ان نتقهر ونموت ويجرى لنا امراض. لا، موضوعه يخلص وما ياخدش اكتر من وقت ولا من حجمه. المواضيع مش مستاهله كل ده. فوقوا ارجوكم يا بنات لنفسكم، لان مفيش بنت تعيط بالحرقه والكسره دي ابدا 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 عشان واحد. انا مش عايزه اشوف كده تاني. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.